عشان خاطر كيس مكرونة. قالت لها والله لندمك على أعز ما عندك، وخدت البنت في شكارة وراحت رمتها في الترعة. قصة حقيقية مرعبة حصلت في شبين الكوم. تعالوا نشوف ايه الحكاية. الأم بتحكي بتقول أنا كنت في السوق وبعدين اشتريت مكرونة، وانا ماشية من السوق ببص في الكيس بتاعي ملقتش المكرونة اللي انا جايباها. قعدت ابص واسأل وادور، الناس قالولي الست اللي لابسة خمار اخضر اللي هناك دي هي اللي خدت المكرونة بتاعتك، احنا شفناها. رجعت لها بقول لها انت خدتي المكرونة بتاعتي؟ قالت لي لا انا ما خدتش حاجة مني، حسست في الكيس بتاعها اللي معاها لقيت المكرونة بتاعتي. واحد كان في السوق هناك قال لها اديها المكرونه بتاعتها لحسن هطلب لك المباحث. الست قامت مطلعه المكرونه واديتها لي وقالت لي والله لندمك على اعز ما عندي. وسبتها وروحت وخلاص، وقلت هي مش هتعمل حاجه وهلفظت كلام. روحت البيت ومرضتش اقول لجوزي على اللي حصل في السوق لحسن اقوله ان هي ضربتني ويروح يمسك فيها، وكان كل خوف ان هو لما يروح لها الست دي ترمي بلاها عليه، علشان هي قبل كده رمت بلاها على واحد عشان خربش ابنها، خدت منه 5000 جنيه. فقلت لا بلاش اقول له واكتم على الخبر وخلاص لحسن تعمل كده فيه. قابلت واحد كبير من قرايبها وقلت له على اللي حصل، قال لي احنا لا نعرفها ولا لنا دعوة بيها، وخلاص كتمت على كده على الموضوع وما اتكلمتش مع حد تاني. وبعد 23 يوم بالظبط انا جالي غيبوبة سكر، وكنت على السرير ورماس كانت جنبي وما حسيتش بيها. بعد كده جوزي جه قال لي هي رماس فين؟ قلت له اكيد بتلعب في الشارع. طلع بص عليها ملقاهاش، سأل جارتنا قالت له هي بتلعب في الشارع وهي زمانها جايه وكده كده هي على طول متعوده تلعب في الشارع وما تخافش، اول ما تيجي هندخلها لستها. طيب، وبعد كده رحنا انا وجوزي مشوار عشان كنا بنخلص ورق، وسيبنا البنت في الشارع. واحنا راجعين جوزي قلق اتصل بوالدته هي رماس جت؟ قالت له لا هي لسه ما جاتش لحد دلوقتي. قام جري جري بالتوك توك، واول ما وصل قعد يدور عليها في الشارع ملقاهاش، يسأل دي يسأل دي وانا اسأل واصوت واحط تراب على راسي وملقيناش البنت خالص. وحماتي شافت الست دي وسألتها قالت لها انت شفتي رماس؟ قالت لها لا انا ما شفتهاش، دي تلاقيها وقعت في الترع، كده كده امها بتسيبها وبتهمل فيها، هتلاقيها مشيت وسهتهم وقعت في الترع. ده انا حتى كنت بجيب اكل اهو وجايبه معايا سمك ورز سخنين، ما تيجي تاكلي معايا. ومشي. وطبعا بعد ما فقدوا الامل بلغوا المباحث جت وشافت الكاميرات اللي في المنطقة وشافت ان الست دي طالعة بشكارة ومشيت بيها. بعدهم ببلد كان فيه مصنع هناك عند الترعة اللي رمت فيه البنت. صاحب المصنع طبعا سمع بالموضوع وشاف الكاميرات اللي عنده ولقى ان واحدة نازلة من التوك توك وقامت رامية شكارة في الترعة، فبلغ المباحث جت وطبقت الكاميرا اللي عندهم في البلد بالكاميرا اللي عند المصنع اللي عند الترعة، واستدعوا الاب. قالوا له انت تعرف الست دي؟ قال لهم اه دي هي ساكنة جنبنا. قاموا جم على طول وقابضين عليه. حطت البنت في شكارة وطلعت بيها، مشيت شوية بعيد عن الشارع بتاعها وقامت موقفة توك توك وراحت البلد اللي جنبه. وصلت عند الترعة، قامت دخلت جوه الأرض الزراعية، غيرت الشكارة وقامت طالعة، استنت لحد ما الطريق فضي ورمت البنت في الترعة. الأب بيقول احنا نزلنا أنا وأهل البلد عند الترعة دي ندور فيها على البنت، قعدنا من أذان الفجر لحد العصر شكارة شكارة ندور فيها لحد ما لقينا البنت. الست دي بتسرق أي حاجة تشوف حد حاطط حاجة قدام بيته تقوم واخداها على طول. سرقت قبل كده حلق بنت الكبيرة والحكومة طلعت من عندها كيس مليان حلقان ذهب. كان بيتها ده وقر للي بيشربوا مخدرات، رجالة طالعة ورجالة خارجة، لدرجة قبل كده واحد كان بيدور على ابنه وهي لما عرفت لبست ابنه ده هدوم حريمي ونيمته على سريرها عشان الراجل ما يعرفوش، بس الراجل جه وعرف ابنه وكان هيموت فيها.
واحدة من الجيران قالت أنا شفت ريماس وهي واقفة بتلعب في الشارع، وكان في جردل قدام بيت الست دي اللي هم شكوا فيها، وقالت لها والنبي يا ريماس دخلي لي الجردل ده جوه عندي لحسن أنا مش قادرة. والبنت من ساعتها دخلت وما طلعتش. القضية لسه شغالة وما اتحكمش فيها، وإن شاء الله الإعدام، وربنا ينتقم من كل واحدة توجع قلب أم على ضناها.